السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. مساء الخير عليكم، الصحة الشتاء عليكم. نوجه واحد الرسالة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا قدام المنى ناضل مدينة بركان. كنوجه هذه الرسالة للإداريين والموظفين والمسؤولين اللي جاية في ورقه، جاية في حقهم، ابتداء بالدعم المباشر للفقراء كما نقولوا. واغلبيه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه كيعانيو بواحد المساله، ان اي تعبئه باش الانسان ذوي الاحتياجات الخاصه ينقذ راسو في شي بلاصه اللي طاح ولا حصل، كيتم عنده يطلع له المؤشر، وهذا الشيء كنسميها انا جريمه في حق ذوي الاحتياجات الخاصه. وراعيو لهاد الناس هادو، ونتمنى بالمهندسين والعماله ان توضع واحد هاد النقطة ديال اللي كاين ذوي الاحتياجات الخاصة ويقدر يخدم ان شاء الله، يدبروا عليهم في مرافق بركان ولا شي حاجة على قدهم هما باش ما يعانيوش. هاد الشيء ما كيطلبوش شي حاجة كبيرة يعني مستحيلة، ومن حقهم، من حق اي واحد ذوي الاحتياجات الخاصة كما نقولوا يلتزموا بالاتجاه ديالو، ما يكونش واحد التهميش. انا كيتعرض لواحد التهميش، الاغلبية ديال ذوي الاحتياجات الخاصة كيودوا الحياة، ماشي يقدر المرض حاجة ويقدر زيادة المعاناة والمصاريف هي أكثر. وديما بركان. تحية أورانج بويز، وتحية للغاشي ديال الجالية، وشكرا المغاربة كاملين في كل أنحاء العالم. وكنسلم عليكم، أحمد بن تهامي العلاوي، تبارك الله عليكم أخوتي. وهذه رسالة يعني للعامل والموظفين انهم يتخذوا واحد الاجراء في حق ذوي الاحتياجات الخاصه، لان لي كارت ديال ذوي الاحتياجات الخاصه مازال ما جاوش البركان، يعني مده ما يقارب عامين ونص ولا، وهما مازال ما جاوش. يعني حشومه، عيب وعار. انا الانسان كيطيح، وانا عندي واحد التجربه يعني كما نقولوا، عاينت شي حالات مساكين 19 سنه وما عطاوهمش ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني اين الدعم؟ علاش حشومه؟ وحنا مسلمين، يعني احنا هما اللي خافوا الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. يعني كتاب الله سبق كلام الله على هاد الدساتير اللي راها كتقراوها في هاد وما كتطبقش بعدا. تقوا الله في ذوي الاحتياجات الخاصه، ما دايم والو. يعني نشوف شي ناس، وكان الله يجازي بخير شي ناس، يعني العائله ديالنا اللي تبارك الله عليهم. وكان شي وحدين الله ينعلها، يعني كما نقولوا زريعه كاع، يكونوا يعني كما نقولوا بلا ماشي شبعان بكرشك، شبعان في قلبك شويه. يعني نهار شي ناس كنا نشكروا فيهم، وكنا نهار اللي سولونا عليهم حشمنا نقول لهم كاع ما صدقوش. وهذا هو الرساله ديالي، وتحيه للناس الكرماء، الناس العزاز، الناس اللي في قلبها الرحمه. وكنتمنى الحقوق ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، لان هذا الشيء كيسبب واحد المشكل. وحتى الاجانب يعني يجيو يشوفونا في هذه الحاله حشومه كاع، يولي الشعب ديالك متسول وكذا، من يعني حشومه كاع. نطلب واحد الضحيه، وكنشوفوا ناس كتكري وعندها المرض. ايوا تحياتي خوتي، والناس الزينين تبارك الله عليكم، بارطاجيو معنا خوتي. ما الانسان ما يكونش تافه. وديك الصحافه الصفراء راه معروفه بايام الجيل زاد، دوك الناس الله يطلق سراحهم اللي ضحاو على جال الناس راه تموت في هذا الدراك، هذا مستشفى الدراك اللي كيقتل مجزره بركان. الجزاره ديال بركان يعني كيصيفطوا بنادم وبلا وجده. يعني خصنا كوبتير حنا باش قد ديك الرباط ديالك تحشومه عليكم. عيقوا شويه، ربي راه ياخذ الحق. هادشي الشتا راه طيح، ولكن الناس الاخرى تغرق في الحوز اللي ديتو لهم رزقهم. حشومه عليكم، والله ياخذ فيكم الحق. المهم هذه رساله، حنا نهضروا على بركان، ترجلوا، وراه بقى قد ما فات. يعني انا في قوم اخر الزمان. ايوا ردوا بالكم اخوتي، متى تختف. ما دي معك لا كرسي، ما دي معك لا جيب لا ولا، تمشي كيما تمشي كيما تولي. زدت تبكي، موت تضحك، ديالها زينه. تلقى الربحه دوك العائله اللي كيهضروا فيا في التيك توك، دوك النميمه ديال التيك توك، لا حول ولا قوه، الله ياخذ فيكم الحق. يلا ياخذ فيكم حقكم التيك توك. وهذوك المرتزقه بن صهيون، المسلمين صهاينه المسلمين اللي كيقولوا لي انت انفصالي حق انت الجزائري. انا راني حاله حيه، نتسنى غير الموت صافي، ولا يقطعوا لنا الراس ولا ما بغاوش يسكتوا لنا الريح. ورانا ديما فلسطين وديما اهل غزه، ويحيى ابا عبيده الرجال. هذوك هما جدودنا، هذوك هما المثل ديال الجدود اللي حرروا هذه البلاد هذه، ولاو يلعبوا فيها الرخاص وتلقاوها سايبه. وحنا راه سخرنا ربي ان شاء الله اللي بحالكم، ورانا معكم حتى الخبر. ومن نموتوا كاع ما تجوش تجوا تعزيو، ما تحقنش كاع دعاويكم، ما بقاش دعاءكم ما مستجابش، نتوما شفاره وريابه. حنا رانا خلقنا ربي ليكم. هذه رساله للعامل
يدي دوك الشفاره اللي ينصبوا على ذوي الاحتياجات الخاصه، صفي معاهم الحساب باش نشوفوا هاد العامل كيما العامل الاخر. تحيه للسي حبوها بعدا بين، نتمناوك ان شاء الله تبين هاد الموظفين الفاسدين. شكرا، تحياتي من بركان، تحيه غاشي المغرب في العالم كامل.